بص يا صاحبي، النهارده لازم تفهم موضوع التوسيع على التوالي وعلى التوازي، ده اساسي عشان ما تتلخبطش. يا اخوي ولا هذه الشغلة صعبة؟ شو يعني توالي وتوازي؟ يعني توالي يجي بعد توازي؟ يا عم انت فاكر نفسك في سباق سيارات ولا ايه؟ لا دي حاجات في الكهرباء، ركز معايا وهتفهم. التوصيل على التوالي يا سيدي زي ما تقول لو عندك دايرة كهربية فيها لمبات كتير، بتوصل واحدة ورا التانية ورا التالتة كده يعني. لو واحدة منهم باظت كلهم بيدخلوا في الضلمة، يعني مفيش فصال، كله على بعضه بيتأثر. بص بقى، اللمبات دي كلها بتتوصل كده جنب بعض، التيار بيعدي في واحدة بعد التانية، ولو في واحدة بس اتحرقت أو سلك اتقطع خلاص بقت الدايرة الكهربائية خلاص اتقطعت أو انفصلت عن التيار. يعني لو عندك لمبة في البيت اتحرقت هتقوم تدور على باقي اللمبات كل شوية. ليه؟ التوالي ممكن يكون كويس في حاجات بسيطة، بس في البيوت والحاجات الكبيرة لازم نخلي بالنا. توازي بقى يا اخويا، ده شغلة مختلفة جدا. كل لمبة بتكون مستقلة بروحها، يعني كل واحدة لوحديها. لو واحدة اتحرقت تانية تشتغل وما بتطفيش ولا اي حاجة بتحصل، احلى بكتير صح؟ طب شوف هنا بقى، كل لمبة متوصلة لوحدها مع المصدر، تيار يدخل ويطلع لكل لمبة لوحديها. يعني لو واحدة باظت التانية ملهاش علاقة خالص وتفضل شغالة زي الجيران. كل بيت بيفضل شغال لحاله او لوحده، مفيش حد ليه دعوه بالتاني. ولو جيت للتوازي مفيد جدا في البيوت، كل اوضه عندك في البيت تفضل منوره حتى لو في مشكله في لمبه واحده، يعني بتوفر وقت وجهد وما تقعدش في الضلمه كل ما واحده تتحرق.